تداول مرتبات المدرسين. احنا معانا في اللجنه قامات عظيمه جدا، منها الدكتور ابراهيم عبد العزيز حجازي. عمل لنا دراسه مؤلمه للغايه. الدراسه بتقول ايه يا استاذ احمد على مرتبات الموظفين؟ عمل حد الفقر بالتعريف الحكومي للفقر، تعريف الدوله المصريه للفقر، فاثبت من جداول مرتبات المدرسين اللي بيقبضوها النهارده ان نص مدرسين مصر تحت خط الفقر. وفي حاجه تانية اسمها حد الكفايه اللي هو اعلى من حد الفقر، اللي هو ازاي يدوب تعيش. اثبت انه كل مدرسي مصر كلهم تحت خط الكفايه. خط الكفايه اللي هو الحد الادنى من الحياه الانسانيه بهذا الرقم. وده برضو له تعريف موجود في مؤسسات الدولة المصرية. نتيجة مؤلمة جدا انه المدرسين اللي هم قادة التغيير في التعليم، فالمدرس ده مش عارف يعيش. نص المدرسين تحت خط الفقر وكل مدرسي مصر تحت خط